الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله حمدا لا يحصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم وش أخباركم؟ إن شاء الله أنكم كلكم طيبين وبأحسن حال. حيا الله خواتي الجديدات وحيا الله خواتي القديمات، كلكم على عيني وراسي، نورتوني. يا صباح الخير أو مساء الخير وقت ما تشاهدونها. اليوم طبعا أحس إني بصراحة لي فترة مقصر بالفيديوهات وكذا وما أنزل يعني زي أول، فقلت إن شاء الله يعني بإذن الله أرجع لكم رجعة كذا حلوة وأعطيكم نشاط وترتيب. فأول شيء طبعا حاليا الساعة 8 الصباح، فقلت خليني أجهز الغداء لأنه اليوم الجمعة تمام. فقلت خليني أجهز الغداء وأخلص كل شيء عشان بإذن الله يعني ما يكون بعد صلاة الظهر إلا وأنا مخلصة. وفي نفس الوقت أنا عندي حاليا البيت نظيف، رتبته يعني في الليل وكل شيء، يعني ما عندي شغلة أساسا أسويها غير إنه بسوي الغداء. فقلت اليوم بسوي لنا اللي هو لحم، وطبعا بسوي معاه رز واشياء ثانية وزي كذا. فقررت بما انه يعني اختي قالت لي جربي هذه اللي هي السمنة او العلبة يعني حق السمن. في ناس يسمونها كذا اسم، يعني اساميها تختلف من اللي هي لهجة للهجة او من منطقة لمنطقة، يعني تختلف ايش يسمونها. في وحدة قالت لي اسمها ايش يا ربي، قالت إبرة أو والله ما أتذكر إيش بالضبط، بس إنها أعطتني يعني اسم، هي وحدة جنوبية الله يذكرها بالخير. فقالت لي يعني عن اسمها وأنا نسيته، بس إحنا هذه نسميها علبة يعني عادية. أنا ما أدري يعني أمي إيش اللي تسميها، فنحط فيها يعني إحنا السمن وخلاص. فقلت اليوم بجرب زي ما جربت أختي. طبعا أختي جربت فيها تحط اللحم وتسويه وكان طعمه جدا لذيذ. قالت لي جربي سوي فيها وراح تحسين يعني بالنكهة والطعم، انه طعمه لذيذ يعني، فتغير عن القدر الضاغط او القدر الكهربائي او شيء زي كذا. فعندي اللحم شوفوها جهزته، يعني حطيت كمية بسيطة لانه ما في الا انا وناصر. بسم الله، شوفوا قطع صغار. هذه طبعا القطعة حق توم وجيري المعتادة، اللي يعرفون توم وجيري، القطعة اللي دايما الاقيها يتضاربون عليها. المهم عندي هذا اللي هو، والعلبة عندي هذه غسلتها جبتها من عندها فاضية. راح احط بالعلبة من تحت، راح احط البصل وراح احط اللحم وراح احط معاه شوية زيت، تكة بس خفيفة. وهنا عندي في الصحن هذا شوفوا حاطة فلفل وشوية كمون وملح، تمام. بس هذا اللي راح استخدمه اليوم، وان شاء الله يعني تضبط معايا الطبخة بإذن الله. فأول شيء عندي راح أول شيء أحط البصل، هذه العلبة عندي نحط البصل. تمام. وهنا عندي هذا اللحم، شوفوا الملح والفلفل الأسود. شوفوا تكة بسيطة، عشان أنا أساسا اللحم يعني فيه ما شاء الله شحم فما يحتاج. راح أحط معاه شوية ملون طعام عشان يعطيه اللون الأصفر، بس مو حاليا، بعدين.
يعني راح اخليه شويه كذا يستوي وبعدين راح احط معاه. شوفوا اللحم في العلبة، تمام. راح اوضح لكم كيف تشوفون. خلاص حطيته، راح اغطي عليه وراح اخليه على نار هادية تقريبا ساعة بشوف بعدين، بفتح عليه وبشوف اذا يعني كان تمام خلاص، اذا مو تمام راح ازيد شوية وقت وبعدين اطفي عليه. اكل سوا سوا. لا شكرا والله لا 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 تعال. لا والله لا وجود ريال يا شيخ. هذه مشكلة يا شيخ. اكل سوا سوا. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك. بالله يا ابو احمد هذه ايش؟ بلوش. قلب ايش؟ قلب دجاج. لا يمكن. والله ينفتح. أخيرا شايف الخاطر عاد. من الطحينة معصوب من الفول. واو الله الريحة واصلة حلوة. والله استطاع بجرب بس حارته وطعمه. يلا يا عمي بسم الله ما شاء الله. وين بابا؟ خلي بابا يجي. تعال يا بابا. طعمها لذيذ. ما فيك مشكلة بابا. ايش فيك من الكاسات؟ نجرب. جميع انواع الحرارة حط لك اياها هنا. وين عندك ميكس قلب. ايوه ما شاء الله. طعمها حلو معه عشان جبنة حامضة او جبنة مالحة. شكرا. المهم دخلت بعد ما خلصنا الفطور المطبخ لانه ابغى عندي شوية تنظيف. طبعا مو فاتح النور، هذا بس الاضاءة حق الشمس. عندي هنا هذه برجعها، وعندي دي شوية حاسة، وعندي هنا طماطم ابغى احطها في الثلاجة. بس برضو عندي هذه الكيكة امس سويتها، مو امس الفجر تقريبا سويتها كذا، يعني على الساعة 1 تقريبا. فابغى احطها بصحن ثاني عشان يطلع يعني شكلها مرتب، واغسل هذا باذن الله. المهم طريقة الكيكة جدا سهلة، يعني ما تاخذ وقت. انا بالنسبة لي قلت لكم دائما هذه اسهل كيكة عندي اسويها، يعني مشتهية و يعني سهلة عادية، يعني اي واحد يقدر يسويها للي ما يعرف يضبط الكيك. حطي بيض، حطي 3 بيضات او 2 في الخلاط، حطي معها علبة زبادي، وحطي معاها نفس العلبة سكر، ونص العلبة زيت. خليها تضرب شوية في الخلاط. حطي بنفس العلبة برضو دقيق ونص تقريبا، وحطي باكنج بودر وشوية فانيليا وبس، هذا هو. وخلاص خليها تضرب مع بعض. بعدين يعني طبعا الدقيق والباكنج بودر كذا تحطينه بصحن وتصبين عليه الخليط، ويطلع معاك يعني عجينة سايلة مضبوطة. خلاص تقدرين تحطينها بصينية مدهونة بزيت وتطلع معاك يعني لذيذة. طبعا انا حطيت من فوق اللي هو السميد المحموص، وحطيت عليها تشريبة حليب. كان ما عندي حليب اللي هو لا ناشف ولا حليب بودرة، فأخذت يعني كان عندي حليب السعودية، فعادي حطيت عليه سكر وضبطت يعني معاه، خليت شوية يغلي وسويته نفس التشريبة وضبط معايا.
المهم انتم طبعا مفجوعين من الموضوع، كان اسوي لحم فجأة كذا وطلع فطور ومن بعدها كيكة. اللي هو انه يوم الجمعة انا طبعا زي ما قلت لكم كنت اصور الساعة 8 الصباح. صورت وانا اسوي اللحم الساعة 8 الصباح، ومن بعدها طبعا جلست خلاص يعني في الصالة، ما كان عندي شيء، البيت نظيف، مبخرة كل شيء، وجهزت أغراض ناصر عشان يروح يصلي، وما كان عندي يعني شغلة ثانية. فخلاص يعني دامني حطيت اللحم على الغاز خليته يستوي، وأنا كنت جالسة في الصالة أتفرج. فصارت لي أحداث عشان كذا انتقلت يعني بعدها اللي هو على يوم السبت هذا اللي هو حاليا يعني وأنا أصور لكم الكيكة والفطور وكذا. هذا يوم السبت الساعة 8 الصباح نفس الشيء. بعد ما خلصنا الفطور ودخلت المطبخ تقريبا صارت الساعة 9 كذا أو 10، وأبغى أنظف يعني مكان الأكل وأنظف الأشياء وكذا. أنا هذه الكيكة برضو سويتها زي ما قلت كده الساعة 1 في الليل تقريبا أو على 2 يعني شي زي كذا. سويتها وتقهوينا وحطيت المواعين في المغسلة. قلت إذا يعني بعدين قمت مرة واحدة غسلتها. أهم شيء إنه يعني قبل لا أنام أغسل المواعين. حاليا عندي الوقت والنوم مضروب للأمانة. ما عندي وقت محدد، وقت ما حسيت بالنوم دخلت أنام وانتهى الموضوع. فعشان كذا يعني مرة وقت ملخبط ونومي ملخبط، مرة أصحى مرة أنام مرة أخذ لي بس غفوة يعني زي كذا. فبحكي لكم يعني إيش صار معايا على الغداء حق يوم الجمعة وأقول لكم إيش سويت. طبعا باقي لي بس هذه المواعين حقت القهوة اللي تقهوينا يعني وقت ما سويت، وهذه اللي سويت فيها اللحم. تمام. بصراحة ما عاد يعني كملت الطبخة عشان ما أكذب عليكم ولا أحد يسوي زي عشان ما أجي في العيد. خلوني أسولف معاكم وأقول لكم إيش سويت. تمام. المهم ما راح اغسل يعني معاكم المواعين وانا جالسه اسولف عشان اغلبها تجهز. تمام. راح امسح الفرن واحكي لكم. المهم سويت الطبخه، حطيت كل شيء زي ما شفتوا، وكان خلاص على اساس اني اخليها على نار هاديه. طبعا جبت العيد فتحتها كذا تقريبا بعد ساعه. لقيت اللحم كان باقي لسه ما استوى، بس كان ما في شيء يعني مو محروق. بعدين قفلته من جديد وقلت خليني يا بنت الناس اخليه من جديد يعني ساعة كذا وبعدين افتح عليه. طبعا ما مداني كذا نص ساعة الا وانا اشم ريحة حريق، ريحة اللحمة فايحة. جبت العيد وكذا يعني طلعت لي اللحمة فيه يعني محروقة. رجعت شلتها واخذت يعني اللي باقي كان لسه ما استوى، حطيته بالضغط وانا حطيته في الضغط حطيت معاه شويه بصل وطماطم وكذا، سويته زي يعني الكبسه وطبخته في الضغط يعني في الكاتم العادي. بس بالنهايه نفس الشيء يعني ما طلع لي مضبوطه معايا. اختي للامانه قالت لي سويها نفس المرق، يعني شفت لما نسوي مرق بنحط مويه وبهارات وبصل وبهارات صحيحه وكذا
تحط لها بقدر الضغط العادي وتسوي مرق، يعني لحم مرق. انا لا، انا قلت لها لا، انا بسوي شيء ثاني، بخترع الطبخة بتطلع طبختي احلى من طبختك. وقالت لي طيب. وانا لاني جيت نحد مفكر ويلا صحي من الساعة 8 والجمعة وحركات، وعلى اساس اني بسوي غدا جميل. يعني هذه من الافكار اللي الله يحرمني منها مرة ثانية. ما عاد اصحى الساعة 8 واقوم اسوي فطور، يعني اجهز الغدا. لو اقوم من النوم اجهز الغدا يمكن يطلع طعمه احلى بكثير. بس يلا مو مشكلة. وبس والله يعني يوم حرقتها خلاص رجعت سويت فيها كبسة، وطبعا ما ضبطت معانا، بس اكلنا الرز واللحمة الله يديم النعمة. النهاية رميناها، فالحمد لله على كل حال. فلحد اجرب طبختي للأمانة عشان ما اطلع ما اطلع يعني جايبة العيد واقول ان طبختي طلعت واو. تمام. بس والله هذه هي التجربة الغبية اللي المفروض ما راح اعيدها ولا راح اسويها من جديد. خلينا ننظف الاشياء اللي احنا سويناها عشان يكون المكان عندي نظيف، لانه بس عندي هذه وبمسح طبعا الرخامات. هنا عندي هذا الرخام، شوفوا عليها من الكيكة اللي قبل شوية، بس ابغى اجيب فوطة ثانية غير هذه. طبعا عندي هنا الدرج ما في شيء نظيف، بس يلا نرجع نعيد عليه حاجة بسيطة. نفتح باقي الرخام. المهم زي مرة من السنوات كان أنا وأهلي يعني أيام تقريبا ما أدري والله بالضبط متى، بس يمكن قبل سنتين كذا 3 شيء زي كذا يعني. كان وقتها إنه خواتي يعني سوينا على أساس تحدي إنه كل واحدة نشوف يعني تسوي ركن في بيتها. يكون طبعا شكل الركن هذا جميل يعني. كان وقتها اللي هو في رمضان يعني، والركن هذا يعني يكون يعني حق رمضان، منه مثلا تنسيقات على العيد أتوقع أو شيء زي كذا. المهم كل واحدة تسوي إبداع من عندها. وأنا طبعا كالمعتاد دايما أجيب العيد بنفسي بأنه لا أنا بسوي أحسن منك بطلع واو. دايما أجيب العيد. فهذاك يعني ذاك اليوم تخيل اتفقنا على أساس كل واحدة يعني من بيتها نشوف مين اللي تكون يعني ماخذة المركز الأول والثاني والثالث في التنسيق والترتيب. فقلنا خلاص مو مشكلة، وتحمسنا ومدري ايه، ويعني ما أدري كل واحدة كيف فهمت الفكرة. ف اتجمعنا وخلاص. كان يعني وقتها تقريبا أيام العيد، قلنا خلاص يعني كل مرة بنروح بيت اللي هو يعني مع جماعتنا وجروب يعني زي كذا مع أهلي وخالاتي وكذا. فقلنا خلاص كل واحدة بنروح لبيتها ونشوف يعني إيش الركن اللي سوته والإبداع، ونقيم بالإجماع ونشوف، وبعدين يعني نعطيها الهدية بأنها يعني هي أحسن واحدة يعني سوت الإبداع تبعها في الركن. فقلنا يلا تمام. طبعا بالدور كان ما شاء الله بيت أمي، بعدين رجعنا بيت خالتي، بعدين رجعنا بيت أختي، بعدين رحنا عند واحدة ثانية. المهم درنا البيوت وكذا. ووقتها لما رحنا بيت واحدة الله يذكرها بالخير اسمها مريم. تخيلوا وقتها يوم رحنا وكنت أقول لخواتي يعني شفت التنسيق شفت الترتيب، ما شاء الله كانت مرة متعنية في الترتيب. يعني أخذت لها كذا زاوية وحطت فيها طاولات حلوة وحطت فيها أشياء وتنسيقات، يعني متعنية في المكان فاهمين.
ويعني مسوية أشياء يعني تجنن. فما شاء الله كانت مبدعة بصراحة. فهي أخذت المركز الأول. فكنت أقول لخواتي يوم دخلت عندها قلت ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا ما يعني أنه ما راح أقيم يعني نفسي. قاموا خواتي يقولوا لي لا باقي انت، يلا باقي الدور عندك ان شاء الله بيكون بيتك اخر بيت. قلت لا ما يحتاج، ما راح تقولون واو وخلاص كنسلوا. جلست اضحك انا واهلي بيقولوا لي صادقه، قلت والله العظيم يعني اكذب، انا فاهمه يعني الوحده تعرف الذوق تعرف تقيم وكذا. فقلت لهم لا والله ما عاد بتقولون واو يعني من اللي شفناه. ف الله المستعان. طبعا في تقييمات وانا ما اخذت المركز لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، وتقريبا يمكن كذا الخامس السادس شيء زي كذا. فكان خواتي دائما يعلقون علي يقول لي لا تقولين كلمة واو، انه يعني انا اللي بسوي وبحط وكذا وبيطلع احسن. فدائما اجيب العيد نفس ما سويت في يعني في اللحم. خذيت منها العلبة وعلمتني الطريقة، قالت لي سوي نفس اللي نسويه يعني اللحم العادي، حطي مرق حطي خضار حطي اشياء زي كذا اللي تبغين، بس خليها على نار هادية وافتحي بعد ساعة وشوفي اذا استوت معاك اللحمة خلاص يعني سوي بقية غداك وحطيها، ما استوت خليها باقي شوية وبعدين ارجعي يعني كملي. قلت لها انا خلاص ما حد مثلي. والمشكلة انه اخذتها يعني انا يوم الخميس الجمعة انا سهرانة، وقلت لا لازم اسويها واحط يعني وعشان اظهر ناصر بالغدا بانه خلاص يعني بتغدى غدا الجمعة. وقال لي خلاص متحمس. المشكلة جا وانا قاعدة اصور ويشوف اللحم وحركات، يقول لي ها شكل اليوم غدانا بتكون بدري وحركات. قلت أف عليك الغدا اليوم. الغدا بيطلع تحفة، انت بس استناني. قال لي طيب. مسكين راح وتضبط وكل شيء على اساس انه بيروح يصلي، وجاء وقت الصلاة وطلع ورجع يشوف العلبة فاضية في المغسلة وانا جالسة في الصالة وخلاص يعني صارت اللحمة في القدر الضغط. يقول لي وش السالفة ما اشوف هذه ايش في، اشم ريحة ثانية ريحة اللحم طالعة. قلت له لا ما عليك الغدا بيطلع فانتاستيك انت بس استنى. ويطالع فيني جايبة العيد والله العظيم ما اقول لكم. ورجع بالنهاية يوم حطيت الاكل النهاية قال لي هذا اللي واو. قلت هذا اللي واو، اهم شيء انك تتغدى وخلاص. والحمد لله يعني على النعمة. فتغدينا ومرة ثانية ما راح اقول قد ما اقدر ما راح اقول انه ان شاء الله يعني راح اسوي شيء احسن من غيري واني واو. فان شاء الله اني يعني ابطل من هذه الحركة لانه داري نفسي اني ما راح ابطل، بس يعني نوعا ما نقول انه الواحد يعني يطمح. وصرت يعني طبعا كان وقتها وقت الغداء اقول له لا ما عليك يعني الواحد لازم يتعلم لازم يعني ياخذ فكرة، ما حد طلع من بطن امه متعلم. اتفلسف يعني جايبة العيد في الغداء فاكيد اني لازم ارجع نفسي. يعني من الساعة 8 وهو يشوفني وانا اكرف في المطبخ. فاتوقع يعني انه الغدا راح يكون يعني جميل، بس اني جبت العيد الحمد لله يعني على كل حال. فما راح طبعا ابطل، قلت لكم من الفكرة قاعدة هنا اشرح لكم واقول لكم انه ترى راح ارجع اعيد فيها الكرة، ما راح ابطل الامانة. بس كيف راح احط اللحم، اجهز الكبسة المعتادة عادي اسوي له هو لانه يبغى مضغوط لحم، فراح اسوي مضغوط يعني اللي هو اللحم وكذا في الضغط العادي وكل شيء. وبعدين راح اخليه الين يستوي. واذا جيت ابغى احط الرز ما راح احط الرز بنفس الضغط، لا راح احط اللحم هنا وراح اجيب الرز ويكون طبعا نص استواء، وراح احطه في العلبة واسكر عليها واخليه الين يستوي. وبعدها طبعا راح اطلعه من العلبة ويكون يعني ابدعت انه انا سويت يعني اللحم مرة ثانية بس بنفس العلبة وكذا. لازم نرجع يعني اللي جبناه فمو مشكلة. فالحمد لله على كل حال. ان شاء الله انكم طبعا ما تجيبوا العيد زيي، بس انه كتجربة يعني الواحد لازم يجرب وعشان يعني يبدأ من عنده. فخلصت طبعا من هذه المواعين وكذا وانا جالسة اسولف معاكم. فكان باقي لي بس الارضية ابغى اكنسها. للامانة كان المطبخ نظيف يعني ما يحتاج اني امسح الارضية لانه ما كان فيه يعني موية او شيء. فقلت خلاص راح بس اكنس الارضية ويعني أبخر باقي البيت وخلاص أكون نظفت كل شيء عندي وضبطت الوضعية ويعني أجلس أرتاح. فبس
هذا اللي يعني سويته اللي هو يوم الجمعة واللي جايبه فيه العيد. ويوم السبت هذا هو كان يومي بسيط جدا وأشياء بسيطة. خذيتكم معايا في روتين كذا حلو، وإن شاء الله يا رب إنه يعجبكم تستمتعون فيه. بس والله إلى هنا طبعا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى إن الفيديو يعجبكم ونال على رضاكم. أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد ويوم جديد. إلى هنا أستودعكم ربي وأقول لكم مع السلامة.